مرحبا بالجميع. أنا الدكتور ميمون يوسف، أختص في جراحة القلب، طفيفة التوغل والجراحة الروبوتية. العيب الرئيسي أو الخوف من جراحة القلب هو الجرح الكبير في الصدر الذي يستغرق حوالي 3 إلى 6 أشهر للشفاء. في جراحة القلب الروبوتية نتجنب هذا الجرح الكبير في العظم، لذلك نقوم بعمل ثقوب صغيرة على جانبي الصدر وجرح في الجلد بطول 5 سنتيمترات. لا يتم قطع أي عظام بهذه الطريقة. هذا مفيد جدا للمرضى الشباب الذين يحتاجون للعودة إلى العمل مبكرا، وللمسنين الذين لديهم أمراض مصاحبة أخرى وقد لا يتحملون جراحة القلب المفتوح. لذلك الفوائد الفورية كما شرحت هي ألم أقل، فقدان دم أقل، لا يوجد خطر للعدوى، وتعافي سريعا. على المدى الطويل، لأننا نستخدم الشرايين على عكس أفف الأوردة من الساقين، فإن هذه الشرايين تحقق أفضل نتائج على المدى الطويل. لذلك 90% من المرضى لا يعانون من تكرار المشكلة مدى الحياة. هذا بالنسبة لجراحة ترقيع الشرايين. نحن أيضاً نقوم بإجراء جراحات الصمات، جراحات إصلاح الصمات، من خلال نفس الإجراء بمساعدة الروبوت الجراحة طفيفة التوغل، حيث يكون الأمر نفسه. نقوم بعمل ثقبين صغيرين وقطع جلدي بطول 5 سنتيمترات فقط لدخول الصمام أو الكاميرا. وميزات الجراحة الروبوتية هي أن التكبير يكون حوالي 15 إلى 20 مرة أكثر من أعيننا العادية، لذلك نرى كل شيء بشكل أفضل بكثير. يمكننا تدريب الجراحين الشباب بشكل أفضل، ولدينا 4 أذرع بدلاً من 2، وتدور 360 درجة، لذلك تجعل الجراحة أسهل وأكثر بساطة بكثير. هذه هي المزايا، لذلك معظم جراحات البالغين التي أجريها تكون دون فتح الصدر. نقوم بذلك تقريباً بنسبة 80 إلى 90% من الوقت من خلال إجراءات طفيفة التوغل بمساعدة الروبوت.